ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني بجد من اخر فيديو. انا بقالي كام يوم مش بنزل فيديوهات بانتظام زي الاول. انا مشغولة جدا جدا بسبب امتحانات ولادي. الروتين اللي انا عاملاه معاكم ده كان اخر يوم في امتحانات محمد، كان هو سنة 6 وعندي سنة اعدادية باذن الله. باذن الله هتبدأ بكرة يوم السبت. طبعا انا بسجل الفيديو ده يوم الجمعة وانا مفروض عاملاه من يوم الخميس. حقيقي ما بكونش فاضية خالص امنتج وانزل فيديوهات، انا مشغولة مع بنتي جدا جدا. ادعوا لها ادعوا لها من قلبكم، هي وكل زميلها. ربنا يوفقها وما يضيع تعبها ولا تعبنا معاهم. بصراحة الولاد اتهلكوا من شهر 8 وهم في الدروس وفي المذاكرة وفي ضغطة مدرسين وضغطة اهالي. برضو كل ما نشوفوهم ذاكروا ذاكروا لحد بصراحة الولاد كتر خيرهم بصراحة. يعني كانوا قربوا ان هم ينفجروا مننا، بس طبعا احنا ما كناش مبين لهم كده. طبعا كنا دايما محملينهم ان دي مسؤولية عليهم، وان دي اول خطوة في تحقيق مصيرهم او مستقبلهم. وكنا دايما لازم بنشجعهم. كل ما تنتابهم كده لحظات احباط او زهق لازم تبدأي تشجعيهم وتشحنيهم طاقة وباور من اول وجديد، وتفهميهم كل شوية ان عشان يقدروا يدخلوا الثانوي العام لازم يدخلوه بمجموع كبير عشان يقدروا يمشوا فيه ويقدروا يبقوا قده. لان الثانوي العام طبعا مقاييس اختلفت كتير عن زمان، ولازم اللي يدخله فعلا يبقى قده. يلا بقى نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بدأ اليوم من الساعة 5:30، صحيت ابني واتوضينا وصلينا مع بعض وقلنا أذكارنا، وبعدين دخلت على المطبخ قشرت لي كده بطاطستين وقليتهم وقطعت العيش الفينو. بعمل له طبعا علبة السندوتشات. أنا زي ما بديله أكل وهو نازل بفطره كمان. وهو كان طالب بقى بطاطس محمرة كده بالكاتشب. بسأله قبلها بيوم تاخد ايه معاك؟ إيه هو واخته طبعا، فاللي هم عاوزينه انا بعمله. انا بحب اسألهم عشان الاكل اللي ياخدوه يكونوا حابينه وياكلوه، غير لما انا اللي اختار لهم ساعات بيرجعوا لي بالاكل. انا بحب ياكلوا الاكل اللي معاهم. وحاولي طبعا بتزودي كمية السندوتشات شوية عشان لو زمايلهم برضو معاهم يدوهم ويعزموا عليهم. بس كده. وحضرت له طبعا المية بتاعته. وعملت بقى حساب انه يفطر قبل ما ينزل. وبيحضر بقى حاجته، بتمم عليها مقلمته قلته. السنادة اللي بيسند عليها ديت اللي هي زي اللوحة الكرتون دي. دي حلوة قوي اما بيسند عليها الورقة بتاعت الامتحان. دي كل الحاجات دي تممي عليها كويس، وتتأكدي ان علبة الاكل دخلها وازازة المية بتاعته والكلام من ده كله. بتظبطي له يعني حاجته وتتممي عليها ومصروفه واخده، وبتبقي يعني ايه متممة على كل تفاصيله قبل ما ينزل عشان ما يكونش ناسي حاجة ويتوتر لو نسى حاجة ورجع غدا. خلاص كده خلصنا بقى ايه الفطار وخد حاجته وتوكل على الله على امتحانه. كانت اخته لسه نايمه مع درسها ما جاش، قلت اعمل لنفسي كده فطار سريع مع كوبايه شاي. ده احلى فطار عندي، هو السندوتش بكوبايه الشاي السخنه. وقعدت كده مع نفسي فطرت، ولما خلصت بقى فطاري دخلت على روتيني وبدأ يومي من بدري، علشان ايام الامتحانات سبحان الله ما بيبقاش في وقت عندي خالص اني اخر اي شغل. المهم بقى بدأت بأوضة نومي، طلعت بس المخدات والبطاطين في الصالة لاني هفتح دلوقتي الصالة، وشلت الدفاية وحطيت دفاية نظيفة. والمخدات والبطاطين في الصالة بقى هفتحها دلوقتي اشمسها. وقلت برضو ادخل على اوضه ولادي، خدت برضو بطانيتين من العصير التاني وقلت برضو احطهم في الصاله عشان الشباك هنا ضيق مش بياخد اكتر من لحاف وبطانيه. وطلعت برضو لحاف البطانيه التانيين. وهغير كمان الدفايات وكياس المخدات، كله هيتغير لان كان يوم بقى الغسيل. فقلت بقى ايه اشيل كل الفرش بالمره. بحب كده من وقت للتاني لما الاقي الشمس طالعه حلوه احط المخدات من غير بياض، بيبقى زي التعقيم الطبيعي كده. الحمد لله. الشمس الشتاء حلوه جميله بتدفي وصحيه جدا عن شمس الصيف. خلاص كده طلعت بقى كل حاجة في الشمس بطاطين وغيرت الدفايات. لسه طبعا هنقل الدفايات ديت
وهجيب دفات نظيفة وبكنس بس الاول. ساعات كده من وقت للتاني برضو بحب اكنس بالمكنسة الفرشة دي، معرفش بحس انها بتنضف اكتر، مع ان المكنسة الكهرباء بتشفط التراب، بس انا برتاح قوي لما بكنس بالمكنسة العادية دي. طلعت اهو الدفات الجديدة. هتلاحظوا طبعا ان مفيش اختلاف في الالوان بتاعت الدفات. انا حقيقي ما جبتش فرش شتوي خالص للأوضة بتاعت ولادي بعد ما جددتها، انا جبت فرش صيفي بس. انا السنة دي مش فاضية ولا عندي دماغ اجيب اي حاجة بصراحة، وقتي مشغول جدا كله مع سما اعدادية، وزي ما فهمتكم انا واخدة الموضوع بجدية جامد، انا وبنتي، لان انا قلقانة ساعات الامتحانات بتيجي غير متوقعة، وانا حباها تدخل الثانوي العام وهي بمنتهى التفوق عشان تبقى قد الثانوية العامة. فانا بصراحة يعني قلقانة جدا. ادعوا لها ادعوا لها كتير هي وزميلها. هي ساعات تقول يا ماما انتي قلقانة اكتر مني، اقول لها يا سما والله مش عايزين نطمن قوي. ساعات الامتحانات بتيجي كده غير متوقعة، فانا عايزاها دايما تبقى متأهبة ومهيئة نفسها لأي سؤال غير متوقع. يلا الحمد لله ربنا معاها يا رب. ادعوا لها كتير هي وكل اللي زيها. وطلعت بقى زي ما قلت لكم البطاطين كلها اهوت، وغيرت برضو فرش المخدات بتاعت اوضتي وحطيتها في الصالة. دخلت بقى بسرعة اعمل الاكل عشان يا حبايبي هي بيجوا من الدروس جعانين، واللي بيجي من الامتحان جعان، فقلت اخلص سمكة. طبعا كانت ساحت وفطرتها بقى وكده، بس ما حبيتش اطول عليكم يعني. كنت جايبه بانيه وقلت اتبله بقى بكوبايه لبن وشويه بصل وتوم باودر وبهارات فراخ وملح وفلفل اسمر. حطيت بقى التتبيله كده على جنب. تاخد وقتها حوالي ساعة على ما اعمل انا الفيجيتار البيتي ده. كان خلص من عندي، انا عاملاه معاكم قبل كده وهعمله معاكم تاني دلوقتي. طبعا انا عندي عيش بلدي وكان فاضل كده رغيف عيش فينو، حمصتهم لحد ما نشفوا وقمت مكسراهم، وعلى ما طحنت الخلاط طحناهم. حابة بقى تطحنيهم ناعم قوي براحتك، حابة تطحنيه يعني نص نص كده يبقى فيه شوية حبيبات باينة حلو كده، يبقى زي تبقى زي الفراخ الكريسبي براحتك، زي ما يعجبك يعني. المهم انا طحنتهم بالشكل قدامكم دوت. هحط عليهم بقى شوية الاضافات اللي هتخليه زي الفيجيتار الجاهز بالظبط. بصل باودر، توم باودر، بهارات فراخ، ملح، فلفل، ما بحطش اكتر من كده. وحتى لو انت جايبه فيجيتار متجهز بتحطي بقى الاضافات التانية ايه، شوية بيكنج باودر، شوية نشا، وعليهم 3-4 معالق دقيق. بس كده دي الخلطة الناشفة بتاعتنا جاهزة معانا. ان خلاص عدت الساعة للفراخ في التتبيلة بتاعتها. هطلعها بقى وهنزلها على الفيجيتار والدقيق والنشا والبودر والتوابل اللي انا حطاها معاكم. حابة بقى تعمليها طبقة واحدة الكفر يبقى طبقة واحدة براحتك، حابة يبقى طبقتين وتبقى الطبقة بتاعتها تقيلة نزليها كده على الفيجيتار ورجعيها تاني للتتبيلة السايلة، وبعدين رجعيها تاني على الفيجيتار. كده الكفر هيبقى تقيل براحتك، دي حاجة لذوقك انتي وانتوا بتحبوا ايه انتي وولادك. انا نوعت حبة كده وحبة اعمل طبقة واحدة من الكفر وحبة طبقتين. وسخنت الزيت وبدأت انزل بقى ايه بالبانيه بتاعي. هتحسي ان الفيجيتار البيتي اللي انت عاملاه مع شويه النشا والبودر ادوا للكفر كده قرمشه جميله، وفي نفس الوقت مش ناشف يضايقك، يعني تحسيه كده مقرمش معاكي لذيذ. غير الطعم بقى مش عايزه اقول لكم على جماله، والله ريحته وهو بيتقلى كان حكايه، يعني من ريحه التتبيله اللي انا حطاها. انا طبعا متبله في لبن وبصل وتوم باودر وتتبيله فراخ وبهارات فراخ، ونفس اللي انا حطيته على اللبن حطيته على الدقيق والفيجيتار. فطبعا لازم تدي طعم جميل جدا، والله كأنها جاهزة كأنها جاهزة. وعملت عليها شوية مكرونة كده اسباجيتي، وكان يوم لذيذ وخفيف. بحاول ايام الامتحانات انجز وقتي بدري علشان وقت ولادي، انا مرتبة وقتي على وقت ولادي. لان حبايبي زي ما قلت لكم بيخرجوا من بدري دروس او امتحانات او حتى ايام المدارس، فبيجوا جعانين وهلكانين حابين يخشوا البيت يلاقوه نضيف
فده بيشجعهم على انهم بقى ايه ياكلوا ويقعدوا يذاكروا. وبيجدد لهم طاقتهم لما يخشوا المكان يلاقوه نضيف وريحته حلوة، وماما بقى عاملة الاكل واليوم مترتب كده لوحده، فده بيشجعهم اكتر على انهم هم كمان يقعدوا ويشوفوا مصلحتهم. اتمنى اكون فدتكم باي معلومة، ودعواتنا كلنا لاولادنا، ودعواتكم انتوا كمان ليهم. ربنا يوفقهم كلهم يا رب، وينجحهم، ما يضيعش تعبهم ابدا، ولا يضيع تعبكم انتوا كمان على ولادكم. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة بكل تفاصيله. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. انا بوريكم دلوقتي الكفر بتاع الفراخ البانيه، بقول لكم بصوا قد ايه ناشف ومقرمش، حلو والله جدا، وكان طعمه جميل. جربوا الطريقه بتاعتي، ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. اشوفكم بقى على خير في الفيديو الجاي باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسونيش بدعوة حلوة وبتعليق جميل من تعليقاتكم الجميلة، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.